النهارده جاي اكلمكم عن الحاضر بتاعنا اللي قرر يرجع لورا لالاف السنين، بس المره دي بتكنولوجيا ال 5G، حيث الكرامه بقت بتتقاس بعدد الاسود والانسان بقى مجرد لعبه. انت لو فتحت التيك توك في اي وقت عشوائي هتلاقي بث مباشر لناس بتعمل حركات غريبه ومكرره، زي واحد بيفرقع الفشار بلسانه، وواحده بتعمل صوت بطه، وواحد تاني لابس حله على راسه بيخبط عليها بمعلقه كل ما واحد يبعت له دعم. الظاهرة دي اسمها ال NPC streams أو شخصيات غير قابلة للعب، والمصطلح ده جاء أصلا من ألعاب الفيديو جيمز. عارف الراجل اللي في لعبة GTA اللي كل وظيفته في الحياة إنه يقول جملة واحدة كل ما تخبط فيه؟ هو ده ال NPC، كائن مبرمج ملهوش إرادة، مجرد رد فعل. بس المشكلة هنا يا صديقي إنه ال NPC على التيك توك كده بني آدم حقيقي لحم ودم، عنده أحلام وطموحات، وربما شهادة جامعية متعلقة على الحيطة اللي وراه، وهو بيعمل اللي بيعمله ده عشان ياخد في الآخر 10 سنت. السؤال هنا مش هما بيعملوا كده ليه؟ السؤال الأعمق والأخطر، إحنا ليه بنتفرج وليه بندفع؟ وعشان نفهم اللي بيحصل لازم نرجع بالزمن لعمنا فريدريك سكينر، عالم النفس السلوكي الشهير. عمنا سكينر جاب حمامة وحطها في صندوق وعلمها إنها كل ما هتدوس على زرار معين هينزل لها أكل، وفي الآخر الحمامة دي اتعلمت الدرس، هتدوس يعني هتاكل. واللي بيحصل في التيك توك هو تطبيق حرفي لنظرية الإشراط الإجرائي، والستريمر هنا هو الحمامة مع كامل احترام الإنسانية طبعا، والداعم اللي بيبعت الهدايا هو اللي ماسك زرار الأكل. تخيل يا صديقي إن مخ الإنسان اللي طلع القمر واخترع الذكاء الاصطناعي يتم اختزاله في معادلة بسيطة، ابتسامة معناها وردة، وصوت وتنطيط معناها أسد. الموضوع بيتحول لمكافأة فورية، والستريمر بيلغي عقله تماما وبيسلم ريموت كنترول جسمه للمشاهد. هو حرفيا بيأجر جهازه العصبي للمتابعين بالساعة. بس عايزك تستنى، الموضوع مش موضوع فلوس، الفلوس موجودة في شغلانات كتير. اللي عايزين نعرفه ليه حد يختار يذل نفسه كده؟ الإجابة تتلخص في جملة واحدة: الجهد الأدنى والعائد الأقصى. ليه يشتغل 8 ساعات بمرتب ما يكفيش تمن المواصلات لما ممكن يقعد ساعة واحدة على التيك توك ويطلع بمرتب شهر؟ نيجي بقى للكارثة الحقيقية، انت، ايوه انت يلي بتدفع او الداعم زي ما بيسموه. ليه ممكن شخص عاقل ممكن يدفع فلوس حقيقية شقة عمره يعني عشان يشوف واحد تاني بيعمل حركة هبلة؟ علم النفس بيقول لنا ان الموضوع ده له علاقة بحاجة اسمها وهم القوة. في حياتك الطبيعية يا عزيزي ممكن يكون مديرك بيتحكم فيك، او الحكومة او الظروف، المهم انك حاسس بالعكس. من اول ما بتدخل اللايف وتدفع دولار واحد بتحس انك امبراطور صغير، انت وحدك اللي بتؤمر وهو لازم يبقى مطيع. انت بتدوس زرار وهو بيتحرك، انت بتدفع وهو بيتهان. الداعم بيشتري السيطرة، يعني هو مش بيشتري المحتوى، لا، هو بيشتري الخضوع. شعور انك قادر تخلي بني ادم تاني يعمل حركة مهينة او مضحكة بضغطة زرار منك بيدي دفع الدوبامين. سلطة مرعبة لناس كتير مفتقدة الشعور ده في الواقع الحقيقي. وده مش جديد، ده نفس فكرة السيرك الروماني زمان. كان الأباطرة أو الجمهور يرموا فلوس للمصارعين أو أكل عشان يقتلوا بعض أو يعملوا حركات بهلوانية. الفرق زمان كان في ساحة ودم، دلوقتي في شاشة وواي فاي. هو ما بيقولش رأيه أو يحكي قصته، هو مجرد وعاء للأوامر. احنا وصلنا لمرحلة إن الإنسان بقى ماشين، حط عملة ينزل لك ردة فعل. والمصيبة إن الموضوع ده بيخلق نوع من التبلد العاطفي، لأن احنا بنتعود نشوف البشر كأشياء أو أدوات للتسلية، مش ككيانات لها مشاعر وكرامة. وده يا صديقي هو قمة الذل الرقمي. في النهاية يا عزيزي ممكن تبص للناس دي بقرف أو سخرية أو شفقة، وحقك، بس خليني أسألك سؤال رخم كده قبل ما نمشي: هل إحنا مش كده في حياتنا؟ مش أنت كل يوم بتصحى في نفس الميعاد وتركب نفس المواصلة وتروح نفس الشغل وتقول تمام يا فندم لمديرك عشان تاخد المرتب اللي هو الهدية، وتروح تنام عشان تعيد نفس اللفة؟ الفرق الوحيد بيننا وبين التيك توكرز إن هم اعترفوا باللعبة وقرروا يلعبوها على المكشوف، بس احنا لسه بنمثل ان احنا ماسكين الدراع. والظاهرة دي مش بس على شحاتين التيك توك، دي مراية مكبرة لنفسية الإنسان لما الفلوس والسيطرة يدخلوا المعادلة. فالمرة الجاية لما تشوف حد منهم ما تضحكش عليه، وده إننا ما نتحولش كلنا لأكواد بتستنى الأسد. نتقابل بقى الحلقة الجاية، سلام.